الواو يعني يتعدوا يمكن اكثر من 600 مربع. فبتقول الطاهرة مريم ام المسيح، الطاهرة مريم ام المسيح وموسى شق البحور بعصاه. ربك بفضله في ملكه الفسيح فاتح بيبانه لتايب عصاه. الله. الطاهرة مريم ام المسيح وموسى شق البحور بعصاه. ربك بفضله في ملكه الفسيح فاتح بيبانه لتايب عصاه. الجسم راجع ترابيه وتزرع حصادك بإيدك. ابنك بحكمة ترابيه أيوة. ابنك بحكمة ترابيه عمره ما يرضى يكيدك. لما حظك جه مايل، لما حظك جمايل جيتي بلهفة تترجي فينا. ربك وجبهالك جمايل فبلاش بصوتك ترجي فينا. من بعيد شاور لغاني وقبلت عذره وعتابه، ومن قيمة صحابه لغاني وحرمني من دخلة عتابه. خيرك هينفع حفيدك وتطرح جناين غصونه، وابنك في كتفك يفيدك ما دمت بحلالك تصونه. الله الله الله. جزء من فن الواو طبعا. فن الواو جميل جدا ورسالة قصيرة لكنها تصل إلى القلوب وفيه إمتاع لأنه يحتوي على بلاغة لغوية عظيمة. وهو لون من ألوان البلاغة اللي هو الجناس الناقص أو الجناس التام في اللغة. وهو يحتاج إلى تركيز شديد، وقد يكون المربع يجهد ذهني أو ذهن أصدقاء الشعراء طبعا عشان تعمل الأوزان وتعمل النهايات قريبة وفي نفس الوقت تدي معنى فلسفي وحكمة من خلال المربع. مسألة صعبة جدا بالفعل. كما حضرتك لأن كل ما الرسالة كانت قصيرة كل ما كانت أصعب. كما حضرتك تفضلت هو فن الواو في خلال المربع يحمل رسالة بالزبط. قصيرة بالفعل مركز جدا يعني. صحيح.